تعال صديقي، انت يا اللي يجي يعني قام يضحك عليك ويقول لك ها سر انتشار الطلق وهاي الكلاوات. صديقي يعني هيجي اللي صمم اللعبة والمصممين مالتها هاي غشمة، يعني ما يعرفون صديقي هاي الانفور الها حد انتشار طلق حلو. لما نتسوي المنظور 80 او 90 راح يبقى نفس الانتشار مال الطلق حلو، اللي هنا ما مختلفين انا وياك بشي صديقي. لما نتخلي المنظور 90 انتبه لي على هاي الشخص يا باوحة رميت عليها، راح خليها حافة الشاشة، خلها ثبتة للايباد لان شوي يجي سكوب. شوف اذا اجي اخلي المنظور هنا مالتي 80 باوع، الشخصية هاي اختفت، يعني فقدت مجال رؤية انت بحجة انه والله ها يقولون الثمانين ما يسوي انتشار طلق. صديقي منو قال لك على هاي الكلاوات؟ يعني كل سلاح والى حد بانتشار الطلق. يجيك واحد ويقول لك والله الثمانين والتسعين تقلل انتشار الطلق، وين اكو هيك كلاوات؟ الا اذا كان يعني المصمم مال اللعبة غشيم صديقي، ترى ماكو هيجي. هسه انا من نجي اقول لك تريد يعني تجيب ايمك هيدات، خلي هاي النقطة اللي فوق يعني اعلى من الخوذة، مو تخليها هيك بوجه اللاعب وتقول لي ها اريد اسوي انتشار طلق. صديقي الايم مالتك هو اللي يفرق بانتشار الطلق مالتك، ماكو شيء اسمه انتشار طلق اصلا. بكل سلاح هو موجود انتشار طلق. اي واحد تروح تقول له اي لعبة بالعالم نزلها بيها انتشار طلق، هي هذا النظام. هاي السكار بيها هالقد انتشار طلق، مثلا نسبة انتشار الطلق مالتها 50%. يعني اذا تقرب المنظور راح يصير والله راح يصير 60% انتشار الطلق، لو تبعده يصير 40%. ما اعرف منو اللي دا يوصل لكم هذا الفكر واللي وين يردون يوصلون. اتمنى وصلت الفكرة، واذا عجبك خلي لايك ومتابعة وبكيفك بعد.